السلام عليكم، صباح الخير. ازيكم عاملين ايه؟ انا الحمد لله لسه مصلي الفجر وجاي حالا. وباذن الله يعني هنذاكر لان ورانا مذاكره كتير جدا يعني النهارده بقى الجمعه، وهنحاول ان احنا نلم كتير جدا يعني باذن الله. ولكن قبل ما ابدا كنت حابب قبل ما انسى يعني كنت حابب اشكركم على اول 1000 مشترك، وده بفضل ربنا ثم بدعمكم ليا، وقدرنا ان احنا نتخطى اصعب مرحله لاي صانع محتوى بسهوله يعني الحمد لله. فإن شاء الله مستمرين، وبإذن الله كل اللي جاي أفضل وأقوى وأحسن. وبس كده. فدلوقتي بقى إن شاء الله نبدأ نذاكر، فيلا بينا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. عاد إليكم من جديد. دلوقتي أنا الحمد لله ذاكرت كتير جدا من الدراسات، ودلوقتي الأذان بيأذن، فهنزل دلوقتي بقى إن شاء الله عشان أصلي الجمعة. فيلا بينا. يبعث الناس أو يحشر الناس، يخرج الناس من قبورهم. يا أهلا وسهلا ومرحبا، عاد إليكم من جديد. يعني الحمد لله صليت الجمعة وجيت اتغديت وقعدت لحد العصر. صليت العصر وجيت قعدت مع العيلة شوية، وبعدين بدأت ذاكرت حوالي نص ساعة ولسه مخلص حالا يعني. وكنت حابب أتكلم معاكم في كام نقطة كده هتسهل عليكم المراجعة. وأول نقطة كنت حابب أتكلم معاكم فيها ألا وهي الحل. الحل يا جماعة دي أفضل طريقة وأفضل وسيلة تراجع بيها، من ناحية إن هي هتثبت المعلومة وهتثبت السؤال، والسؤال اللي هيجيلك بشكل متكرر وكده، فإذا أنت هتحفظ السؤال. ودي أول طريقة معانا وهي الحل. تاني طريقة معانا بقى وهي ما تذاكرش حاجة وأنت مش فاكرها، أو ما تذاكرش حاجة وأنت مش فاهمها. اللي هو مثلا يعني هات المنهج كله وشوف الدروس كلها واقرأ كل درس، مثلا اللي هو فاهم دي وفاهم دي تمام، ودي كويسة ودي كويسة، خلاص كده تمام. هات بقى الدرس اللي انت مش فاهمه وحدد عليه، واكتب كل الدروس اللي انت مش فاهمها في ورقة خارجية، وبعدين ابدأ اسمع لها شرح وابدأ ذاكرها من الأول تاني، واللي مش فاهمه اسأل المدرس فيه وهكذا. وبعدين ابدأ بقى ايه ذاكر وراجع وهكذا. فإذا ده في الآخر هتسهل عليك المراجعة جدا جدا. وبس كده، ده اللي كنت عاوز أوصله لكم. دلوقتي المغرب بيأذن، فإن شاء الله أنزل أصلي المغرب وأرجع أكمل مذاكرة، فيلا بينا. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
عاد إليكم من جديد. دلوقتي أنا الحمد لله قعدت أذاكر شوية برضو حلوين. صليت المغرب وجيت كملت مذاكرة، ودلوقتي العشاء خلاص هتأذن أهو. فده اللي أنا كنت عاوز أوصله لكم في الفيديو، اللي هو طريقة الحل دي أفضل طريقة للمراجعة. وبرضو إنك ما ينفعش تراجع المنهج وأنت في دروس من النص ساقطة منك، فالدروس اللي ساقطة منك لازم تسمع لها شرح جديد وتبدأ تراجع وتذاكر، وإن شاء الله كلنا يعني بإذن الله ربنا يرضينا في الدرجات بإذن الله، وربنا يوفقنا. فبس كده، فلو مهتم بالمحتوى بتاعنا متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وبس كده، ويلا سلام.